السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بقى الغدا بتاعنا ايه؟ كشري. هنعمل احلى كشري مصري. ده المكرونة بتاعتنا اللي احنا هنستخدمها طبعا. انا واخدة من كل كيس مكرونة حوالي ربع كده، ربع كيلو مكرونة. وده العدس بتاعنا ربع كيلو برضو. دولت بصلتين ودي كوباية رز. تمام. ولسه بقى المكونات هنا ايه، هوريها لكم بعدين. خلاص هنا بقى احنا قطعنا البصل بتاعنا وحطينا عليه معلقه نشا ومعلقه دقيق علشان يبقى محمر ومقرمش معانا. يلا بينا عشان نحمره في الزيت، لان الزيت بتاعه احنا هنحتاجه في الكشري كله. فاحنا اول حاجه هنبتدي بيها ان احنا نحمر البصل بتاع الكشري. كده كده لو استنى شويه مش هيجرى له اي حاجه. خلاص بقى احنا هنحط نحمر البصل بتاعتنا زي ما انتم شايفين. الزيت سخن، هو لا هو سخن جامد ولا هو سخن وسط، عشان الزيت ده احنا هنحتاجه بعد كده في بقيه الكشري. يلا بينا بقى نعمل الرز بتاعنا على ما البصل يحمر. ده ربع كيلو من الشعرية، معلقة سمنة على النار. وهنا انا غسلت كوباية رز نقعتها، رز مصري. دي كوباية، ده ربع شعرية. شايفين يا امارات؟ انا بحب لون الشعرية في الكشري بالذات يكون غامق قوي كده. والبصلة بتاعتنا لسه هي على النار، لسه براحتها خالص، مش مستعجلين عليه. يلا بينا نشوف الشعرية عشان ما تحمرش اكتر من كده. خلاص فضينا عليها الرز والعدس، نديهم تشويحه مع بعض كده. دي بقى البهارات بتاعتنا. هو كده كده مش بيحتاج بهارات كتير، ملح وكمون وكزبره. تمام. الميه المغليه بقى هنا بقى نظبط الميه. مش عايزين الميه كتير، يا دوب تكون الميه مغطيه الرز. انا عايزه الميه تكون مغطيه الرز بالظبط. لسه هنحتاج كمان شويه ميه عشان ما يبقاش طري معانا. بس احنا عايزين ايه كده، لان كده كده العدس منقوع فمش هياخد معانا سوا. يلا بينا نبص على البصله برضو، لسه برضو البصله قدامها شويه عشان احنا عايزينها مقرمشه زي الشيبس. هنا خلاص البصل بتاعنا اتحمر. بصوا يا جماعه، بصوا اتهرى ازاي زي الشيبسي. طبعا ميه المكرونه غلت خلاص كده. نحط المكرونه بتاعتنا. انا مش حاطه في الميه غير ملح بس. المكرونه دي انا احطها قبل الاسباجيتي بدقيقتين لانها كده كده بتستوي قبلها. مدة السوي بتاعتها بتبقى مكتوبة على الكيس. هسيبها دقيقتين وبعد كده احط الاسباجيتي. الرز بتاعنا خلاص دخل على السوا ومفرفر وجميل ما شاء الله. ريحته ايه، تجنن تجنن تجنن. وديت بقى الصلصة، انا كنت عاملاها معاكم قبل كده. انا مش هعمل صلصة لان انا عندي صلصة مخزناها طلعت منها.
الشطه الحراقه فين يا هاني؟ ها؟ فين؟ مش عارف. انت عايز شطه حراقه؟ ايوه انا عاوز شطه حلاقه. يا فين؟ فين؟ فين انت؟ فين؟ فين انت؟ فين؟ اه فين ايه؟ ما اعرفش والله. تتبيله. في شطه حلاقه عارفاها انت الحمراء؟ فين ايه؟ في في البهارات اللي في الدرج بتاع في البهارات الدرج بتاع الفريزر، اللي هو تحت الفريزر ده. ايه رأيكم بقى؟ شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوة؟ بصوا انا ما بحبش اللي هو الحمص اللي بتحط عليه، عشان كده انا مش بعمله الصراحة بالحمص، لان احنا مش بناكله والله. هو يتاكل من غير الحمص يا جماعة. شايفين المنظر؟ لسه بقى نحط عليه ايه التتبيلة بتاعتنا. انا حطيت لها معلقة شطة حراقة، عشان انا ما بحبش الشطة اللي هي لوحدها بتبقى عليها زيت كتير، بتبقى تقيلة صراحة في الاكل. فهي التتبيلة كده مش عايزة، مش محتاجة اي حاجة تانية. انا بحب بقى ايه تتبيلة كده مغرقاه.